كل وضع أو دولة أو نظام أو تكوين يقوم على أساس احترام الإنسان، المحافظة على حقوق البشر، الشراكة، المشاركة الإنسانية، الحرص على إيصال المصالح للناس، الاقتصاد، العلاج، الدواء، التعليم، فإن هذا مدعاة إلى أن يبقى ويطول ويعمر، لأنه ينسجم مع الفترة. وكل وضع من شأنه أن يستبد أو يظلم أو يطغى أو يصادر حقوق الناس فهو مدعاة للزوال. أنت تتحدث فضيلة الدكتور عفوا عن القيمة بوصفها مشترك إنساني وليس بالضرورة كدينية. نعم كمشترك إنساني. يعني لو نظرنا مثلا، يمكن أقرب مثال لما نتكلم عن الشيوعية، احنا من نقول دول العالم الثالث. العالم الثالث بناء على وجود نظام شيوعي اشتراكي ونظام غربي ديمقراطي ووجود عالم ثالث. فهنا لما تنظر إلى الشيوعية كيف أنها خلال فترة وجيزة جدا قامت وهي ثورة وكانت تملك من القوة والتسليح شيء ضخم جدا، ربما كانت هي ثاني قوة أو منافسة للقوة الأولى. وخلال هذه الفترة الوجيزة انظر كيف تفككت، ليس من خلال حرب من الخصوم أو مثلا هجوم نووي كما حصل لليابان، وإنما تفككت هي داخليا وذاتيا. بينما لما تنظر إلى العالم الغربي بأنظمته الديمقراطية تجد أن هذا العالم بقي. حتى مثلا لما تنظر إلى بريطانيا، كانت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، الآن هي ليست كذلك ولكنها دولة من الدول العظمى إذا ظلت قوية. تأتي للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، يعني هي دولة قوية. ونحن حينما نتكلم عن ضعف في الجانب الاقتصادي أو ضعف في الأداء السياسي علينا أن لا نبالغ في هذا الأمر ونتوقع أننا سنسمع قريبا غدا أو بعد غد أخبار ما نسميه بسقوط أمريكا. لا، هذا أمر مستبعد. حتى الذين يتكلمون ويبحثون ربما يقول لك أنه والله بعد 40 30 50 سنة ربما تصبح أمريكا دولة يعني هي رقم 2 في القوة، ربما تنافسها مثلا الصين أو تنافسها اليابان أو تنافسها أوروبا الموحدة على سبيل المثال. هذا يعني نظر، هذا احتمال، وهو جاري مع السنن الإلهية في موضوع التنافس. لكن لما تنظر بشكل عام إلى الأنظمة المؤسسية القائمة على شيء مؤسسي كما في الغرب، هذه الأنظمة التي تحفظ حقوق المواطنين، الأنظمة التي تعطي المواطنين حق المشاركة، الأنظمة التي فيها جانب اهتمام شديد فيما يتعلق بالصحة، الأنظمة التي فيها مؤسسية تسمح بتصحيح الأخطاء، بحيث أن الأخطاء التي تقع ولو كانت أخطاء فادحة النظام بحكم تركيبه الأساسي الذي تكون عليه من يوم أن قام يسمح بمعالجة هذه الأخطاء، يسمح بنقدها علانية، يسمح حتى بمحاكمة أولئك الذين هم مسؤولون عن الأخطاء. ولذلك الناس لأنهم مستفيدون في الجملة في الغالب أنهم يريدون أن تبقى هذه الأنظمة وليسوا ضدها. فهنا هذا مثال طبعا، وربما هذا المثال تستطيع أن تطبقه على كثير من دول العالم، فتقول إن كثيرا من يعني البقاء هو مرهون بتلك الأوضاع التي فيها إيصال الخير للناس، والله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني في أوضاع ربما لو زالت لوجد ما هو شر منها وأسوأ. أنا أريد أن أقول هنا بالمناسبة يعني قضية تاريخية. كثيرا ما نتكلم نحن عن الفتوح الإسلامية في الماضي، وغالبا ما نتكلم عن قوة المسلمين وأن الانتصارات المسلمين على فارس وعلى الروم التاريخية الهائلة هي بسبب قوة المسلمين. وطبعا هذا لا شك أنه هو السبب الأول. يعني كان هناك دفع قوي جدا عند المسلمين، قوة روحانية إيمانية، كان هناك شجاعة، كان هناك وحدة، كان هناك صدق مع الله سبحانه وتعالى. والأمثلة هنا طبعا أكثر من أن تذكر. لكن في المقابل قلما ننتبه أو نتحدث في قضية أخرى، وهي أن من أهم أسباب الفشل والزوال لتلك الدول أنها كانت هشة من الداخل، كان العوامل تنخر فيها من الداخل. ففارس أو الروم كان فيها مثلا الترف المفرط، كان فيها الطبقية المفرطة، كان فيها الإسراف في المآكل والمشارب والمطاعم والملذات والروح الاستهلاكية، قوتها ضعفت ولذلك كانت جاهزة للسقوط عند أول ضربة. فكيف إذا كانت ضربة قوية وضربة صادقة ومن أناس يعني صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طبعا ممكن تقول هذا الكلام لما نتكلم عن أمثلة عديدة مثل روسيا والصين والغزو السوفيتي لأفغانستان. فالمقصود هنا أن قول الله سبحانه وتعالى
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أنه إشارة إلى أن كل ما يستفيد الناس منه ينفع الناس. هنا ينفع الناس من الدين الصادق، ينفع الناس من الأخلاق الفاضلة، ينفع الناس من مصالح الحياة الدنيا في حفظ أقواتهم وأرزاقهم وحياتهم وعيشهم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأراد أن يستمتعوا بهذه الحياة الدنيا، ولذلك كان من حكمته سبحانه أن ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت دولة مسلمة، كما ذكر هذا الإمام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية. فأقول إن هذا من المعاني المهمة والسنن الإلهية الواضحة في هذه السورة في هذا السياق. هذا جميل. أنا لو ما طلعت من هذه الحلقة إلا بهذا المعنى أنت تشير إذن وبتأكيد أن الآية والمفارقة ما بين الزبد وما ينفع الناس الذي هو سيمكث في الأرض أنها مفارقة لا تختص بدين أو أيديولوجيا أو مذهب معين، إنما هي خاضعة للمشترك القيمي لدى الناس كلهم وما تندرج فيه مصالح الناس. نعم، أنا أقول إنه حيث وجد العدل وحيث وجدت المصلحة وحيث وجدت مصالح الناس وحيث وجد ما ينفع الناس كما في التعبير القرآني، فهذا مدعاة للاستقرار والانضباط. وحيث وجد الظلم ووجد الاستبداد ووجد البغي ووجدت الطبقية ووجد التفاوت غير المنضبط، فهذا مدعاة إلى الضعف والتراخي وعدم القدرة على مقاومة التحديات الداخلية أو الخارجية.